تعالوا النهارده نعمل معجون الطماطم في البيت او الصلصه المعلبه اللي بنجيبها من السوبر ماركت. انتوا طبعا شايفين شكلها وقوامها، يعني احسن من اللي بنجيبها من بره كمان، واقتصاديه جدا. كل اللي انتوا شايفينه ده 5 كيلو طماطم ب 25 جنيه. عملت لي 7 برطمانات من الصلصه اللي بنجيبها من بره. اول حاجه هنسمي الله كده ونجيب الطماطم. طبعا اليومين دول رخيصه جدا وحلوه قوي في السوق موجوده. هنجيبها ونغسلها طبعا كويس قوي. وهنا هنخلي اللون بتاعنا الاحمر اللي احنا بنشوفه في برطمانات الصلصه. هم طبعا بيحطوا لون صناعي، احنا هنستخدم البنجر. وهنستخدم بطاطسايه صغيره لل5 كيلو. انا ما كانش عندي بطاطسايه صغيره فاخدت النص كيلو، نص بطاطسايه بس. طيب بنحط ليه البطاطسايه؟ عشان تعمل لنا زي نشا كده، يتقل لنا الصلصه بتاعتنا. طب مش عايزه احط بطاطس، ممكن تحطي في الاخر خالص معلقه نشا تدوبيها في شويه ميه وتقلبيها في الصلصه. ولكن البطاطسايه بتديها قوام حلو قوي وما فيش طعم خالص للبطاطس. زي ما انتوا شايفين انا قطعت كل كميه الطماطم اللي معايا، والبطاطسايه والبنجرايه قطعتهم. وهحطها الاول 10 دقايق على نار هاديه لما تنزل ميتها، وبعد كده اعلي النار. بتاخد نص ساعه، ساعه الا ربع، وبتبقى زي ما انتوا شايفين كده. طيب هحطها بقى لما تبرد شويه، هنزلها بقى من على النار تبرد شويه، وبعد كده اخلطها في الخلاط. بتبقى يعني سهلة خالص، لما بتتسلق كده بتبقى سهلة ضربها في الخلاط، بتنعم بسرعة. نسيت اقولك، لو اول مرة تشوفيني ياريت تشتركي في قناتي، ولو استفدتي اي حاجة من الفيديو بتاعي تعملي لي لايك وتشتركي في القناة وتتفرجي على الفيديوهات القديمة، فيها حاجات كتير ان شاء الله تعجبك. طيب هنا بقى في مصفى، اي مصفى بقى عندك، وياريت اضيق مصفى عندك. نبتدي نصفي بقى الطماطم كده ونصفيها كويس عشان يطلع القشر والبذر بتاع الطماطم. احنا عايزين الطماطم بتاعتنا تبقى صافية خالص. كده انا خلصت الكميه كلها، ما خدتش وقت خالص. دول 5 كيلو زي ما قلت لكم. انت اعملي الكميه بقى اللي انت عايزاها. هحط بقى الماده الحافظه بتاعتي، معلقه من السكر العادي بتاعنا اللي بنستخدمه في الشاي، ومعلقه من الملح. طبعا ما تحطوش ملح كتير عشان احنا مش عايزين نملح ما تبقاش حادقه. احنا بنحط بس معلقه من الملح لل5 كيلو، عشان دي اكنها الماده الحافظه بتاعتها، ومعلقه السكر. بقلبهم وارفعهم تاني على النار. وكل بقى ما تسيبيها على النار كل ما تتقل، على حسب صبرك انت بقى. تسيبيها شويه قد ايه على النار لحد القوام اللي انت عايزاه. تاخد تاني نص ساعه او ساعه الا ربع على النار. هو ده القوام اللي انا استكفيت بيه على كده. وسبتها بردت بقى، وبعد كده هعبيها. حابه انت بقى تعبيها في برطمانات، مفيش اي مشكله، عبيها. انا مش هعبي غير برطمان واحد بس. انا بخزن الصلصه في اكياس في الفريزر، وبعد كل يعني البرطمان ده ما بيخلص بجيب كيس، ببقى عارفه مثلا البرطمان بتاعي هياخد قد ايه، كميه قد ايه. يعني نمسحه طبعا كويس الاول وبعدين نربطه. البرطمان ده يقعد معاكي في التلاجة 15 يوم، ما يحصلوش اي حاجه خالص. فالباقي بقى كله انا بخزنه في الفريزر العادي، بعملها اكياس صغيره على قد البرطمان بتاع الصلصه. بصوا بقى في اكياس التلاجة كده. وهعبي كل كيس. مثلا انا قلت مثلا البرطمان هياخد 3 مغارف كده من الصلصه. هاخده واربطه، اطلع منه الهواء واربطه، واحطه بقى في الفريزر. هو ما بيجمدش قوي. بعد كده بطلعه بيفك شويه، افضيه في البرطمان بتاعي واستخدمه عادي جدا. عشان ما نقولش بقى نحطه في برطمانات كتير ونقعد نعمل عمليه تعقيم ومش تعقيم. فكده اسلم حل يعني. زي ما انتوا شايفين عمل 6 اكياس، والبرطمان ده يعني ال5 كيلو عملوا لي 7 برطمانات. طبعا انتوا عارفين البرطمان ده بكام.